ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعينا على قناة هاني زيتون. منتظرين الإجابات. الفيديو اللي فات كانت المقامات الثلاثة اللي قرأنا بيها. الأول كان الرصد، الثاني كان النهاوند، الثالث كان البياتي. الفيديو ده آخر فيديو في سلسلة المستوى الثالث، فبالتالي أنا هقرأ دلوقتي والإجابة هتكون في آخر الفيديو. اسمع كويس واستعد وجهز الورقة والقلم وتابع التلاوة وحدد الإجابات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ايه الإجابات؟ هنقول الإجابات بقى دلوقتي في هذا الفيديو. الأول كان مقام الصبا، الثاني كان مقام الرصد، والثالث كان مقام العجم. بكده نبقى انتهينا من السلسلة الثالثة. إن شاء الله السلسلة الرابعة الجاية هتكون الأسئلة فيها في فروع المقامات. انتظرونا بإذن الله. نشكركم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.